فيديو النهاردة مختلف تماما. ازاي تعملي وجبات المكرونة البشاميل وتطلعيها اوردر ويطلع مشروع عندك من البيت بطريقة سهلة وبسيطة. عندنا 3 بصلات وفلفل رومي احمر وطماطمتين، هنغسلهم كويس ونقطعهم مكعبات واحطهم في الكبة وافرمهم فرم متوسط. وعندنا بقى كيلو ونص من اللحمة المفرومة، نسبة الدهن فيها حوالي 20%. طاسة بقى ومعلقة زبدة وشوية زيت وانزل باللحمة المفرومة بتاعتي. أبدأ كده أشوحها تغير لون، ملح وفلفل أسمر و7 بهارات، وانزل بقى بالبصل والفلفل الرومي الأحمر اللي احنا فرمناهم. وأول ما يدبل الخضار بتاعي يبقى كده اللحمة المفرومة بتاعتي جاهزة واتعصجت. عندنا حلة بقى مية سخنة ملح كده، وانزلي بالمكرونة اللي أقلام تتسلق. وأول ما تتسلق كده هصفيها، المية بتاعتها أنا ما برميهاش، أنا بستخدمها وبسيبها تبرد، واحط عليها 2 لتر من الحليب او اللبن. لكل لتر من الحليب او اللبن بحط عليهم 4 معالق هرمية من الدقيق. يعني حطيت 8 معالق على البارد، وبعد كده ارفعهم على نار متوسطة، وبعد كده احط ملح وفلفل اسمر لحد ما يوصل للقوام اللي انت شايفاه ده، لا خفيف ولا تقيل. المكرونة بتاعتنا المسلوقة هحط عليها بقى شوية من اللحمة المفرومة، هتعلي التست معاكي قوي وهتخليها طعمها خطير. هنحط بقى حوالي معلقتين كبار من صوص البشاميل، هيخليها بقى عايزه اقولك جوسي وطعمها يجنن. هتجيبي بقى القوالب اللي هي الحراري دي، وهتحطي طبقه من البشاميل، طبقه من المكرونه، طبقه بقى من اللحمه المفرومه المتعصجه، وبعد كده تحطي طبقه البشاميل وشويه جبنه موتزاريلا. فرنك شغال على درجه حراره 180. هتاخدي القوالب بقى دي وتدخليها الفرن، تاخد وش اللون الخطير ده. شايفة الجمال والحلاوة يجنن. وقفلي العلب بتاعتك وبألف هنا. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.